ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة ريحانة الجنة 114. وصفتنا لليوم من المطبخ الفلسطيني مطبق السبانخ واللحمة المفرومة، طريقة سهلة وسريعة. خلينا نتعرف على الطريقة. عندي الطحين بضيف له معلقة صغيرة من الخميرة، وفيك إنك تضيفيها معلقة سكر، نص كاس صغيرة من زيت الزيتون، وملح. طبعا نعجنهم بمي دافية. الخميرة إذا أنت بدك تشتغلي بالعجينة على طول فينا نحط معلقة خميرة بتساعدنا بالشغل. إذا بدك تتركيها لفترة منيحة إنها ترتاح فيك إنك تستغني عن معلقة الخميرة. عجنتها وغطيتها وراح أتركها ترتاح لحضر الحشوة. عندي 5 حبات كبار من البصل، فرمتهم وضفت لهم نص كاس صغيرة من زيت الزيتون. راح أقلبهم على النار لغاية ما تبدأ تدبل عندي البصلة. راح أضيف لها معلقة من الكزبرة المطحونة، و3 معالق كبار من السماق المطحون. طبعا السماق شيء أساسي جدا في مطبق السبانخ. بنقلب شوي مع البصلة لحتى نحصل على ريحة كتير طيبة من السماق مع البصل. وهيك بتكون عندي البصلة جهزت. برفعها عن النار لأضيف لها السبانخ. طبعا أنا السبانخ جايباه من قبل ومقطعاه وغسلاه ومفرزاه عندي بالفريزر. لما بجيبه بكميات، بحط عندي بالفريزر وقت ما بدي بقى أطلعه. بحافظ على لونه. هذه عندي اللحمة المفرومة. طبعا كلنا بنعرف نعمل طريقة اللحمة المفرومة. ضفت لها البهارات، بهارات اللحمة، ضفت لها كزبرة مطحونة كمان، ومعلقة صغيرة قرفة مطحونة. بنقلبها وبتركها لتستوي. هيك صارت عندي اللحمة جاهزة. خلينا نبدأ نجهز حشوة السبانخ. طبعا ضفت السبانخ مع البصلة، ضفت لها عصير ليمون وبنقلبها. راح نقلبها كتير منيح. راح أضيف جزء من اللحمة اللي أنا عملتها، راح أضيفها على السبانخ. ممكن ينعمل مطبق السبانخ بدون لحمة مفرومة، بس أنا حبيت إني أزود عليها اللحمة. هيك صارت عندي الحشوة جاهزة. قطعت العجينة على حسب القطعة زي ما بدك إياها، كبيرة صغيرة. دهنت وجهها بزيت الزيتون. راح أبدأ أفرد فيها. بحتاج لصينية كبيرة. طبعا زيت الزيتون لازم تساعدني لأمد العجينة وأفردها. كل شوي بضيف زيت زيتون لتساعد العجينة إنها تفرد معي. حتى لو انقطعت العجينة معك ما راح تفرد، لأني أنا راح أقلبهم على بعض. وبضيف الجزء الثاني عليها هتطلع عندي بهذا الشكل. هلا راح أضيف حشوة السبانخ. وأسكرها بالعجينة. طريقة سهلة وما راح تاخد منك وقت. طبعا بكون مجهزة صينية الفرن مدهونة بشوية زيت، وبحطها مباشرة على صينية الفرن. هي عملت واحدة تانية كمان. هذا الوقت احنا بنكون شغلنا الفرن، لأنه الفطاير لازم تدخل على فرن يعني بنكون احنا مسخنينه من قبل. هلا راح نعمل اللحمة المفرومة. راح اعملها بشكل تاني. بعد ما فردت العجين بنفس
الطريقة الأولى قسمتها بالقطاعة. هلا بحط اللحمة المفرومة على أطرافها وراح أبدأ ألفها مثل الرول. وحلفهم حوالين بعض بهذا الشكل. وبنعمل كل الكمية اللي عنا لغاية ما نخلص. طبعا هيك فردتهم بصينية الفرن. بعد ما تركتهم لما كملت الصينية راح أرجع أفردهم مرة تانية، أضغط عليهم. دخلتهم في الفرن على درجة حرارة 200. بعد ما احمروا من تحت ولعت عليهم الشواية من فوق لياخدوا لون. مجرد ما يطلعوا معايا من الفرن راح أدهن وجهها بزيت الزيتون. ما شاء الله لونهم جميل جدا وريحتهم كتير كتير طيبة. طلعوا مقرمشين، سامعين صوتهم يعني بنكسر الحبة ما شاء الله كيف مع كاسة شاي. أتمنى تعجبكم وصفتنا لليوم، وألف صحة وعافية.